بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. آبائي الخوارنة والكهنة الأعزاء، الشمامسة الأفاضل، أخي الشماس الإنجيلي، أخواتي الراهبات، أيها المؤمنون الأحباء، اليوم تحتفل الكنيسة المقدسة بالجمعة العظيمة، بهذا الحدث التاريخي والمؤسس لخلاصنا. بهذا اليوم نتذكر به آلام ربنا يسوع المسيح، حيث حمل الصليب الثقيل جدا وسار في أزقة أورشليم، في هذه المدينة التي علم بها، التي شفى، التي أقام بها الموتى، التي صنع بها المعجزات، التي نشر بها السلام. دخلها كملكا ليعلن السلام، وها هو اليوم يحمل صليبا ثقيلا ويسير في أزقتها الضيقة ليصلب. حوكم كمجرم وتحمل العذابات من أجلي ومن أجلك ومن أجلنا نحن جميعا. عندما أخطأ الإنسان لم يتركه الله، بل الله أعطى له خيارا بالخلاص. فتح له الله بابا جديدا، وهو التوبة. ولكن الإنسان لم يستطع أن يستفيد من هذه الفرصة الجميلة. عندما سقط الإنسان، الله مد يده لينتشله من سقطته. من أصعب المواقف التي نجدها في الكتاب المقدس هي عندما وضعت الإنسانية في الاختيار، في أن تختار ما بين لص وسارق وقاتل وزارع فتنة، وهو برأبة، ومع يسوع المخلص الفادي الشافي الذي أقام الموتى. أخطأت البشرية واختارت الخيار الخاطئ. فإذا أحبائي، لنبحر في هذه الجمعة ولنجد كم مرة أخطأ الإنسان في اختياره، وفي كل مرة كان يخطئ الإنسان في اختياره كان يتحمل عواقب وخيمة. فإذا كيف يجب أن يكون اختيارنا، وما هي عاقبة الاختيار الخاطئ؟ هذا ما سنبحث وسنبحر به في هذه الجمعة العظيمة. عندما خلق الله الإنسان في أولى صفحات سفر التكوين، نجد بأن الله خلق الإنسان، خلقه وحيداً، خلق آدم، وبعد لحظة وجد الله بأن آدم يحتاج إلى معين، إلى شريك، فالله اختار له شريكاً، وهذا الشريك كان حواء. أخذت من ضلع آدم لكي تتساوى معه في كل شيء، أخذت من جنسه ومن لحمه ومن دمه لكي تتساوى معه في كل شيء، تتساوى معه في الصفات، تتساوى معه في الرغبات،
تتساوى معه في الكرامة وتختلف معه في الشكل فقط. ولكن أحبائي، ماذا فعل الإنسان بهذا الاختيار عندما اختار الله للإنسان حواء معيناً له؟ ماذا فعل الإنسان بهذا الاختيار؟ ماذا فعل آدم باختياره؟ ترك حواء لوحدها في الجنة، تركها تواجه الخطيئة، تركها تواجه الشيطان لوحدها. فعندما نقرأ في سفر التكوين نجد بأن حواء تواجه الحية لوحدها. فإذا أين أنت يا آدم؟ لماذا تركت من اختارها لك الله لوحدها؟ ألم تكن بحاجة إليها؟ ألم يكن قلبك يلهف لكي تجد لك معيناً؟ وعندما اختار لك الله معيناً يشبهك، مساو لك، متكافئاً معك، تركته، نبذته، تركته وحيداً يواجه الخطيئة. فإذا ماذا كانت النتيجة أحبائي؟ كانت النتيجة سقوط الاثنين، سقطت حواء وسقط آدم من بعدها. فإذا كان خيار آدم عندما تخلى عن حواء لوحدها، سقط الاثنان معا. فمن يتحمل نتيجة الخيار الخاطئ؟ الاثنين مع بعضهما البعض. هذا في البداية. عندما نتقدم أيضاً في الكتاب المقدس ونصل إلى الشعب عندما كان في مصر، عندما كان في أرض العبودية، وعندما بدأ الله يختار له طريق الحرية وهم في الطريق لكي يسيروا نحو الحرية، اشتهوا إلى البصل، اشتهوا إلى أرض مصر لأن كان فيها البصل، لأن كان فيها الأكل. اشتهوا العبودية مرة أخرى. الله يختار لهم الحرية وهم يختارون العبودية، ومع ذلك سامحهم الله وسار معهم وهم في الطريق. ماذا فعلوا أيها الأحباء؟ صنعوا لهم عجلاً ذهبياً ليعبدوه بدلاً من الإله الحقيقي. اختاروا لهم إلهاً صنماً مصنوعاً بالأيدي. ماذا كانت النتيجة؟ امتلأ الشعب بالأوبئة والأمراض، وهذا كان الخيار الثاني الخاطئ. إذن الخيار الأول الخاطئ كان بالسقوط ودخول الخطيئة، والخيار الثاني عندما تركوا ونبذوا الإله الحقيقي كانت النتيجة دخول الأوبئة والأمراض، وهذه دلالة على هزالة جنسنا البشري. ولم يكتفي الشعب باختياراته الخاطئة، فإننا نجد في سفر صموئيل عندما الشعب يريد ملكاً، وهنا يتنازل عن الملك السماوي، يتنازل عن الله ليختار له ملكاً أرضياً.
يختار ملكاً كسائر الأمم، يختار ملكاً بحسب عينه، يختار ملكاً بحسب المظهر، بينما الله يختار بحسب القلب. الإنسان يختار بحسب المظاهر، ودائما المظاهر هي خادعة وكاذبة، ولكن الله هو الذي يعرف ما في داخل الإنسان وفي أعماقه. فعندما أراد الشعب ملكاً كسائر الأمم أنذرهم الله عن طريق صموئيل بأن هذا الملك الأرضي سوف يأخذ أولادكم إلى الحرب ويستعبد ما تبقى من شبابكم في الحراسة وخدم له، وسوف يستعبد بناتكم. وافقوا على ذلك، وكان الخيار لشاؤول لأنه كان طويلاً أطول من الكل وجميلاً، اختاروه بحسن المظهر والهيئة، ولكن نسوا أهم شيء، بأن شاؤول عندما أعطي له قطيع من الأتن، ما بين قوسين قطيع من الحمير، ضيعها. هذا رادوا أن يصير ملك، نعم قبلوا به، والنتيجة كانت بأن الشعب دخل في حروب طاحنة لها بداية وليس لها نهاية إلى أن سقطت المملكة. والشعب الذي كان الله طوال سنين وسنين يجمع به بدده الملك في سنين قصيرة. كل هذه أحبائي هي نتيجة خيارات خاطئة قام بها الشعب في العهد القديم، ولا تزال القائمة طويلة جداً إلى أن وصلنا إلى أن الشعب قد انقسم، والمملكة قد انهارت، والهيكل قد دمر، ولم يبقى هناك لا شعب ولا لغة ولا ثقافة ولا أي مكان مقدس، لا بل حتى أن الشعب قد هجر من مناطقه وسبي الشعب. كل هذه الأمور حدثت بسبب من؟ بسبب الخيارات الخاطئة، بسبب إنسان قرر وأخذ خياراً في حياته وكان الخيار خاطئاً، عما عليه وعما على الذين يأتون من بعده. فهذه أحبائي نبذة بسيطة جداً عن ما حدث في أول صفحات من الكتاب المقدس. هذه الخيارات التي هي مهمة جداً في حياتنا، وعندما نبدأ ونقرأ ونجد سوف نجد بأن بسبب هذه الخيارات أن الإنسان بدأ يقتل الإنسان، مثلما قايين قتل هابيل بدم بارد. وسوف نجد فساداً للشعب بالكامل، عند نوح فسد الشعب كله. كل هذه بسبب خيارات خاطئة أخذت من قبل الإنسان. الله يتدخل في كل مرة، يتدخل الله في العهد القديم
ليصلح من مسار البشرية، ولكن الإنسان يعود إلى الخطيئة مرة أخرى. في كل مرة الله يطرح أمامنا الخيارات الصحيحة، والإنسان دائما يلجأ إلى الخيارات الخاطئة. يرسل لهم الله الملوك الطيبين، ولكن هم يختارون السيئين. يقودهم الله في البرية، قادهم 40 سنة، لم يتركهم ولم يتخلى عنهم، وفي النهاية اختاروا العجل الذهبي ليعبدوه. هذه كانت خيارات الخاطئة للبشرية، قادت إلى الدمار وإلى تدمير كل شيء من البداية، من تدمير الإنسانية، من تدمير العلاقات ما بين آدم وحواء، إلى تدمير الهيكل ودماره وضياع الشعب بالكامل. هذه كلها أحبائي، وكل هذا نجده في تاريخ العهد القديم. ربما نتساءل لماذا الشعب في هذه الفترة لم يستفيد من كل الأنبياء المرسلين إليه؟ لماذا لم يستطيعوا أن يأخذوا القرارات والخيارات الصحيحة؟ ما الذي كان يعني قلوبهم وأفكارهم؟ ما الذي كان يغلق عليهم أفكارهم؟ مسألة واحدة أحبائي نجدها ونحن متأكدون منها في كل هذه المراحل من البداية، من آدم وحواء ومرورا بالبقية، نجد مسألة واحدة مهمة، ألا وهي الابتعاد عن الله وحده. الابتعاد عن الله هو الذي لا يجعلنا نأخذ الاختيار الصحيح. فإذا أحبائي، هذه كانت المشكلة في العهد القديم. هل في العهد الجديد سيكون هناك اختلاف أم المسيرة ستستمر؟ هذا ما سيكون الموضوع في الموعظة الثانية، وبركة الرب معكم. آمين.
بعد مسيرة تقريباً أكثر من 1000 سنة، اللي هي كانت مسيرة الشعب فيما يسمى بالعهد القديم. هالمسيرة اللي كانت مع الأنبياء ومع كلمة الله. ممكن الواحد يقول إنه الشعب بدأ يتغير، وإنه الشعب لابد إنه تعلم من التجارب، لابد إنه تعلم من أخطاء الماضي، ما ممكن بعد إنه راح يرجع ويكررها. وبالأخص إنه بعد ما صار عنده انقطاع كبير، إنه ما صار أكو أي إرسالية لا للأنبياء ولا للمرسلين تقريباً 400 سنة ما بين آخر الأنبياء اللي هو ملاخي وما بين يوحنا المعمدان. فأكيد الشعب مع يوحنا لما بدأت رسالة وبدأوا يشوفون إنه بدأ أكو تغيير، وإجا ربنا يسوع المسيح بالمعجزات. وكنا دائما نقرأ في الكتاب المقدس في كل معجزة وفي كل آية يقوم بها ربنا كان أكو بعض العبارات الرنانة اللي نسمعها: لقد قام بيننا نبي عظيم. لا يمكن لأحد أن يقوم بهذه الآيات إلا إذا كان الله معه. هي حسب ما نسمعها وحسب حوار يسوع مع نيقوديموس. نيقوديموس لما يقول له لا يسوع نحن نعلم أنك أتيت من الله، لأنه ما ممكن أنه واحد يقوم بهالمعجزات، بالأخص بعد ما قام بآية قانا الجليل وتحويل الماء إلى خمر. فبعد كل هذه المعجزات اللي صارت، فممكن نقول بأن الشعب
لا، تغير أو لازم يتغير، لأنه بدأ يشوف قدامه أشياء مختلفة، بدأ يشوف قدامه معجزات، شاف قدامه بأنه كل الكتاب المقدس وكل العهد القديم أعيد من جديد. لما الله يسوع المسيح قال للعازر اللي كان في القبر 4 أيام وقد انتن، يا لعازر اخرج، هذه مو بس قيامة، ولكن هذه خليقة جديدة. هذا الموضوع هنا يختلف عن كل القيامات اللي أقام بها ربنا يسوع المسيح، يختلف عن الشاب اللي كان حاطينه بالنعش واللي قال له قم وهم مودينه على المقبرة. لعازر مسألة مختلفة، لعازر هو خلق جديد، وكأنه ربنا يسوع المسيح كي يخلق لعازر من جديد، لأنه كل شيء بينه فسد. فهذا الشيء حدث أمام الجميع. وفي إنجيل يوحنا يقول لو ردنا أن نكتب كل المعجزات والآيات اللي قام بها ربنا ما كان يكفينا ورق الدنيا كله. فتخيلوا ربنا ايش قد عمل من المعجزات ومن الآيات. في مكان آخر اللي هو شفاء المشلول اللي كانوا حاملينه 4، اللي راحوا للبيت اللي كان مزدحم ما قدروا يدخلون من كثرة الزحام. فأكيد كل هذول الناس اللي كي يسمعون إلى التعليم سمعوا تعليم ربنا يسوع المسيح وشافوا المعجزات، فإذا سمعوا وشافوا وشاهدوا بالحقيقة، فأكيداً هذول الناس لابد إنه هم مختلفين، لأن كل هذه الأدلة وإذا الإنسان بعد ما تغير إيش راح يصير بعد حتى يتغير الإنسان؟ الإنسان سمع وشاف عاين. ماكو واحد بهذاك الزمان ما سمع بقضية لعازر، ماكو بذاك الزمان واحد ما سمع بعرس قانا الجليل. أكيداً كل مدينة الجليل سمعت، لأنه كلها كانت معزومة، كل أقرباء لعازر عرفوا بينه، منطقة نائين كلها عرفت، كل المناطق عرفت وشهدت بما قام بينه يسوع المسيح. فإذا أكيداً لما هذا الشعب يوضع في اختبار راح يختار صح. ما معقولة أنه هذا الشعب راح يختار غلط. حتى في منطقة الأعداء اللي كانوا السامريين زاعلين مع اليهود، حتى في منطقة السامريين الرب بشر، وبشر عن طريقهم، عن طريق المرأة السامرية، لا بل حتى عند الوثنيين المرأة الكنعانية. يعني مثل ما نقول لا بل حتى قائد 100 ما ظل اكو واحد ما سمع بربنا يسوع المسيح. الوثنيين الكنعانيين، الأعداء السامرة، الرومانيين المحتلين، القائد عبد قائد 100، ما ظل اكو واحد ما سمع بربنا يسوع المسيح. وماكو واحد ما ربنا يسوع المسيح عمل معانه المعجزة. حتى يقال انه المدن ال10، هي مدن 10 كانت كلها وثنية، كلها شفها.
فإذا أكيداً هذا الشعب لما يوضع في اختبار راح يختار صح، مستحيل يختار غلط. بعد كل هاي المعرفة اللي صار عنده هذا الشعب راح يختار غلط؟ ما معقولة. إضافة إلى ذلك عنده تاريخ الآباء والأجداد، عنده قيم، عنده مجلدات من تعليم الكتبة والفريسيين والكهنة وعظماء الكهنة. فأكيداً لما يوضع في اختبار راح يختار صح. وضع هذا الشعب في اختبار وقورن ما بين شخصين، شخص يدعى برأبا، الكل يعرف انه هو سارق وقاتل ومثير للفتنة، وبشهادة الشهود. وكذا كان الناس مبلغين عليه حتى زتوه بالسجن يخلصون من عنده. وقورنا بينه وبين ربنا يسوع المسيح اللي شفى الكل. فأكيداً الشعب هنا منو راح يختار؟ برأيكم منو راح يختار؟ منو لازم يختار؟ برأبا لازم يختار، طبعاً لازم يختار برأبا، لازم يختار القاتل، لازم يختار المجرم، لازم يختار الحرامي، لازم يختار مثير الفتن، لازم يثير المشاكل. تعرفون ليش؟ لأنه هذا الشعب مو هو شعب يسوع المسيح، لأنه شعب اللي صح يسوع بشره وصح تعب علينا، ولكن ما كان ينتمي لربنا يسوع المسيح. شفنا بالقسم الأول إنه الاختيار كان خاطئ بسبب الابتعاد عن الله، نعم، ولكن في العهد الجديد الشعب ما قدر أن يختار ربنا يسوع المسيح لأنه ما قدر أن ينتمي ليسوع بكل المراحل اللي عملها يسوع المسيح. ولكن هذا الشعب ما قدر أن ينتمي ليسوع المسيح، دائما كان ينتمي للقاتل وللسارق ولأبو الفتن. فإذا كل واحد وين يروح يلي ينتمي له، يروح للجهة اللي كي تنتمي لها. فإذا لما شافوا يسوع وشافوا برأبا، والشعب كان كله ينتمي لبرأبا، لأنه كلهم من نسل قايين القاتل، لأنه هابيل مات، هابيل البريء مات. ورسالة يسوع المسيح كانت إحياء ميراث لهذا البريء، حتى ما نكون نحن ورثة القاتل. حتى نعرف نختار يسوع المسيح لازم نكون نحن تابعين له. ما يكفي أن نشهد المعجزات، ما يكفي أن نشوف بأنه الميت يقوم ما غيرنا شافه، ما يكفي أن نشوف بأنه المي تحول إلى خمر ما غيرنا شافه وشربه، ما يكفي أن نشوف أعمى عيونه تتفتح ما كانوا موجودين.
اللي نحتاجه أنه قلبنا ينفتح لربنا يسوع المسيح، اللي نحتاجه بأنه نحن نكون أتباع ربنا يسوع المسيح. بهذه الطريقة لما يقارن ما بين برأبا القاتل السارق وربنا يسوع المسيح، راح نعرف نختار ربنا يسوع المسيح. لأنه ليش؟ لأنه نحن أتباعه، فكل واحد يختار منه، يختار سيده. فمنو سيدنا؟ راح نختاره. هذه هي الطريقة اللي فشل بها الشعب في زمن ربنا يسوع المسيح. ليش؟ لأنه ما عرف أن ينتمي لربنا يسوع المسيح، بالرغم من أنه شاهدوا كل شيء، ولكن ما عرفوا أن ينتموا لربنا يسوع المسيح، فشلوا. فهسه تباقينا القسم الثالث اللي هو نحن هسه في هذا الزمن في سنة 2024 منو اللي راح نختار؟ هذا راح يكون القسم الثالث.
بعد مسيرة قرابة 4000 سنة ما بين العهد القديم وما بين العهد الجديد، ما بين رسالة الأنبياء والرسل، ما بين تاريخ الكنيسة، ما بين المبشرين، ما بين التعاليم الإيمانية، ما بين المجامع الكنسية، ما بين مئات وآلاف من الرسائل، وما بين التعاليم الراسخة والحياة الإيمانية المسيحية اليوم في تذبذب، في صعوبة الاختيار. يمكن لما كنا نتكلم عن العهد القديم والعهد الجديد كنا نحاول نقول بيننا وبين نفسنا لو كنا في ذاك الزمان يمكن كنا راح نقول لا، يمكن راح يكون جوابنا لا، يمكن كنا راح نقول نحن نكون قريبين من ربنا يسوع المسيح. ولكن نحن في هذا الزمان صرنا نعرف ربنا أكثر، صار عندنا معرفة وخبرة إيمانية أكثر، خبرة 2000 سنة مع ربنا، ولكن صار عندنا رفض أكثر لربنا. اليوم خلونا نفكر أحبائي، شنو كي نختار؟ بس يمكن لو نفكر بأنه الشعب لما اختار برأبا انزعجنا. لما الشعب في العهد القديم اختار العجل الذهبي انزعجنا، قلنا له ليش يا شعب ما الله أعطاك كل شيء، ليش تخليت عنه؟ ليش تخليت عن الله ما الله عمل قدامك كل شيء؟ انزعجنا. نحن اليوم نفس الشيء، الله كي يعمل معانا كل شيء ما بطل، ما توقف الله، لا بالعكس، الله مستمر في عمله وفي معجزاته وفي كل شيء، الله مستمر، ونحن أيضا مستمرين برفضنا لله. ما اختلفنا ترى كثير نحن عن شعب اللي كان في زمن يسوع المسيح، ما اختلفنا كثير عن الشعب اللي قال اصلبه. ليش؟ في كل مرة نحن نعرف الحقيقة وما نقولها، كي نقول للرب اصلبه. في كل مرة ما نعرف نربي أولادنا التربية الصحيحة كي نصلب الله. في كل مرة ما كي نحن نعرف أن نربي أجسادنا تربية صحيحة كي نصلب الله. في كل مرة تكون أفكارنا سيئة كي نصلب الرب. في كل مرة نحن كي نرتكب المعصية كي نصلب الله، كي نصلب الرب. ليش؟ لأنه ربنا ليش انصلب؟ انصلب بسبب خطيئتنا، انصلب بسبب معصيتنا. في كل مرة نرتكب بها المعصية هي صلب لربنا، هي اختيار خاطئ لربنا. فلا تخلونا نحن نعيش في اختيارات خاطئة بعد، أرجوكم خلونا نصلح من الاختيارات الخاطئة اللي تعبتنا واللي أثقلت علينا واللي أتعبت مثل ما نقول أكتافنا. اعرفوا بأن خياراتكم هي اللي راح تنعكس على أولادكم، هم اللي راح يتحملون نتيجة هذا القرار اللي انتم راح تاخذوه.
مهما كان قراركم راح ينعكس على أولادكم. إذا كان قرار صح راح يعيشون أولادكم صح، وإذا كان قرار خطأ راح يعيشون أولادكم خطأ في كل شيء. تربيتكم اليوم إذا صحيحة أنتم كي تزرعون للمستقبل. خلافاتكم اليوم هي انعكاسات للمستقبل، هي خيارات للمستقبل. الشعب في زمن يسوع لما اختار بر-أبا السارق بعد كم سنة دمر الهيكل ودمرت المدينة، ولحد اليوم هي مدمرة. ليش؟ بسبب شعب في يوم من الأيام ما عرف أن يختار قرار صح. فاعرفوا في يوم من الأيام ما تعرفون تاخذون قرار صح راح يكون له نتيجة عليكم. واليوم نحن خلونا نتكلم، منو سبب دمارنا؟ منو سبب دمار بلدنا العزيز؟ قراراتنا الخاطئة، اختياراتنا الخاطئة. لا يزال الحرامي والسارق موجود وكلنا نعرف. تالي إلى متى يبقى بر-أبا طليق وما نعرف أن نختار يسوع المسيح؟ هاي مشكلتنا، هاي خلل بينا. ولهذا راح نظل نحن خانعين، راح نظل نحن ضايعين، راح نظل نحن تعبانين، إلا يوم اللي نحن نقدر أن نختار ربنا يسوع المسيح، يوم اللي نقدر نقول الحق هو ربنا يسوع المسيح. هناك لما نحن نقدر نعلي صوت الحق، هناك نحن راح نقدر نبني من جديد كل شيء. في كل مكان نحن محتاجين أن نعلن صوت الحق، في كل مؤسساتنا الدينية الإيمانية المدنية، كل شيء محتاجين أن نعلي صوت الحق. صوت الحق وحده لازم نحن نعلن. نحن أتباع منه. هل نتبع نحن ربنا يسوع المسيح؟ إذا نختاره، أو نتبع اللص فإذا نحن أتباعه. ماكو خيار ثالث، ماكو بين وبين. في سفر الرؤيا يقول: يا إما تكون حارا أو باردا، تكون فاترا أتقيأك. ما تقدر تكون ما بين مرة مع هذا ومرة مع هذا، ماكو. يا إما بر-أبا يا إما يسوع، خلص. فاليوم نحن لازم نعرف منو لازم نطلق في حياتنا. منو كل واحد من عندكم يريد أن يكون مسيطر على حياته؟ يسوع المخلص الفادي، أما بر-أبا السارق القاتل؟ منو تريد أن يكون مسيطر على حياتك؟ المحب المخلص الفادي، أما اللامبالي والفتاك والمدمر؟ منو تريد يكون نموذج لعائلتك؟ منو تريد يكون صورة يحتذى بينه لأولادك؟ هو اللي لازم تعلن اسمه في بيتك، هو اللي لازم تعلن اسمه في عائلتك، واللي هو ربنا يسوع المسيح. أسألكم سؤال واحد، كلكم أنتم الحاضرين، كم مرة تذكرون يسوع المسيح في بيوتكم؟
كم مرة تذكرون اسم أمنا العذراء مريم في بيوتكم؟ وكم مرة تذكرون فلان وفلان 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 في بيوتكم اللي هم بر أبا؟ فإذا نحن أتباع من؟ فإذا اليوم نحن أمام خيار، منو لازم ندخل لبيوتنا؟ لازم ندخل يسوع. شوفوا الجلجلة، ربنا معلق على الصليب من أجلنا، ماكو واحد عملها، ماكو واحد سواها، ولا واحد راح يعملها، لا من القيادات ولا من أي واحد راح يتنازل من السماء وينزل من أجلنا، بس ربنا يسوع المسيح عملها. ما يستاهل أن يكون هو قائدنا، ما يستاهل أنه هو يكون الأوحد، ما يستاهل أنه هو يكون مخلصنا، ما يستاهل أنه هو يكون الخيار الأول والأخير لنا. إيش يريد من عندنا ربنا؟ يريد من عندنا ربنا أن يدخل لبيوتنا، أن يخلصنا، أن يفدينا بدمه. منو يسويها؟ منو يسويها؟ ولا واحد غير ربنا. إيش تريدون أكثر من هكذا محبة؟ خلونا نبادله في هذه الجمعة العظيمة اللي فعلا تكون عظيمة لما نعرف نحن نختار صح وندخل لبيتنا الخيار الصحيح، الخيار الأساسي لبيتنا، الخيار اللي بينه نفدي نفسنا ونفدي عوائلنا بدل السموم اللي موجودة في بيوتنا. خلونا اليوم نحن نطردها، ما تكون إلها وجود ويكون فقط صليب ربنا هو الموجود. فإذا اليوم هذه الجمعة أحبائي هي جمعة الاختيار. فكروا كل زين، بعد لحظات راح نفطر نحن بالنعش، وأتمنى أن تنظرون إلى هذا النعش بنظرة مختلفة. هذا النعش تشوفون بينه ابن الله، ابن الله الوحيد. كل واحد من عندنا فقد عزيز، كل واحد من عندنا فاقد له عزيز. ويوم اللي فقد عزيز ايش قد انت بكيت. ولا نزال نحن نتذكر احبائنا الشهداء اللي راحوا ب 26/9، واللي من بعدهم احبائنا اللي راحوا نتيجه شيخوخه صالحه، كلهم احبائنا. اريد هذا النعش لما يفطر ما بين الكنيسه تنظرون الينا انه هذا النعش بينه ابن الله الوحيد، انه الله اعطى ابنه الوحيد لنا، عطى لكل واحد من عندنا، عطى لك وعطى لك وعطى لإلي حتى نحن نتنعم، عطاه حتى نحن نعيش بخير، عطاه حتى نحن نعيش بسلام، عطاه حتى نحن ندخل إلى الملكوت السماوي. وتخيلوا مدى كان حزن الآب السماوي لما يشوف ابنه الوحيد موجود في تابوت، وإيش قد نحن نحزن لما يروح لنا فقيد. فإيش قد كان حزن الله على ابنه، يعرف أنه أكو قيامة نعم، ولكن إيش قد كان هذا الحزن، وإيش قد كان حزن أمنا العذراء مريم لما شافت ابنها معلق على الصليب عارٍ كل هذا العذابات من أجلنا. هل أكو واحد اليوم ما بين كل من يدعي المسؤولية يقدر يعطينا ولو ذرة واحدة من هذا الحب؟
فإذا قائدنا الأوحد هو ربنا يسوع المسيح. فأريدكم أحبائي اليوم فعلا أن تعرفون أن تختارون ربنا يسوع المسيح، على لعله نقدر أن نصلح غلطة اختيار برأبا. وبركة الرب معكم إلى الأبد، آمين. صفحة 3. لا أبونا بقرص غيره. طين الصلي ودين خبتا خش لمارا دخل وقتا هل دم طين غثار ومتا يتقاري
أصيلة سفر عنه نوبيلة مخبرة قصيلة ظالم شقيلة كم حكميلة لا احكيلة ولا توتيلة ما صيتك نقشي جرحي كتير وثلاث جديدة بعيون قبل ورضيلة طنيلة أبراها طورا حبلة وصية قربلة دمقة قريبة شيخ بدا لحمتنا مسمارك لصلي واكم رافعيله صورة وخالة ولا اشتي فعن صليوة العليو ثا مولق توثا بين اثري اخري وثا حوالي حارة موثى خمأني خورا وثا زيد الإيشاد ونثا إن مكاية دمريثا خالص لان ماذا موثى أو حرامي ديوان يمن دمشي حصلي خرح هذا خامر صدق حمك إيوة ما وذلي خليوثا هواذي كل شو بروثا خير العيشة خالصة صانا مير بلبام آيانا خوري ماري بإدانا شثت حكمة ودانا
مني بود برديسة صرخ لك قال لا نصرايا روخي قربان دهويا مدى الألماح سايا باثر بك امتى ركلي ترد هايك لاصل خلت روح قد شمشوني عهد خاثة بديله بعين يوتا ورقرش اشلا مشيت ضيق لي موتى قائد أمة دغزيلة خلق يا ثاكر حزيلة خالد ناعم حوكي ليه هذا بالدالة هيلي جدي معسكر روح ميتا ديواتا ما حضرتا بشطل روحا يا ريختا تتقن مجري لي ما مايا بنادي شو نصرايا كمل بقلبه حاطة يا في درس أنا نيقوديموس كان يضرب بعد أنت طيمة قميمة جرائي يوم دراما وين قديموس تاما قرائش من نعم خصين يا مرام يا ريخ موثى اي مرام خريو ثان حرب كبنا مر
شوقي لوناسة طلبة منه مرعي ثواب بقوته ورتم خالصة ليثا دزت شنوخ ببريثا ومقوة مقوة إيتام نوقثا يا إما حاميانيثا بشلخ كانيثا طلب رحمة مرعيثا بغداد مهنيثا هالخلص لوثا وليخو يا لد مثا طين خالب بخثا هالخلص لوثا دم صالح بنيثا صقيثا بيوم درو تربثا هاليلويا غافرا جاهل وثا خلق خلق ياثا قامثا خلق شطان وثا صورت داله ثا بيتريا نيثا سد بقى وحخويثا توير الوصي ربثا هاليلويا لطلق ويلا بخطيثا مورث للجنس حموثا بمدبرة برانوثا شيح الوش لنا شوثا شتيري ماكن لخطيثا بيروتا ربثا لصلي وثقل موثا مرضي لا لا له ثا هاليلويا ويتعوذ لكثا مقوي لابن عمرابثا يوذح التانا يلبقى وحصاطانا بشله مار رحم سلمانا سفرة معينا بكثول سخرياكينا فايش شاشيبانا هاليلويا ووذلان يا مولبانا خاسو ربخا خاشيبانا
بقريثة كان دم إما ريري ولبح تويره شخص مول بنحكي ري هاليلويا تلميذ جيبه حديره خطية ثحفه شخفيره مخشكة إيروتا ميروا لدم ذيتا جلدي خلصة نبدار تا عاسك غورو اكل مارا ايشو حاول سب خلاصة معذبة ليه خطية انحلي اجي هاليلويا مخحرة مكسال ويله والمتاكي ممطي هاقنا ريش عكلي لتكت واوي قداي أنا بسماري وليد كابوري اقراوي واو هاليلويا ماشي سطومن قالوس قري لا عيسو تشبح تودي ثهذر قلاسا رمرم طبد لبطل أمين إيث وبخل زبان وبخل عيدان نشتوذ ناسق التسبيح لذلك الحي وواهب الحياة بطبيعته الإلهية وقد مات عنا بطبيعته البشرية وأسلم روحه بيدي الآب الذي أرسله ويوسف
التمسا جسده، وفي قبر جديد دفنه، وجعل بين الموتى في التراب بعد أن عذب بأصناف العذاب. التمجيد للذي زرع الحياة بين الأموات بنزوله، وبشر المدفونين بالبعث والنشور بدفنته، الذي يجب له المجد والوقار الآن وفي كل أوان وإلى أبد الآبدين. أيها المسيح إلهنا، أنت هو الحياة الثابتة الغير المنحلة والغير المتناهية. اليوم تنازعت مع الموت من أجل جنسنا الحقير، وقبلت عليك أن تموت على الصليب من جرى مجازات آدم الوصية، وقد وفيت إلى أن تكون بين المدفونين في مثل هذا اليوم بنعمتك، لكي تعتقنا من سلطان الموت. اليوم عزمت إلى النزول إلى القبر، اليوم أعد لدفنتك الصبر والمر والكتان النقي. اليوم يوسف الرامي تقدم وطلب جسدك من بيلاطس الوالي قائلا: أعطني جسد يسوع ذلك الفقير، ذلك الغريب، ذلك الذي لا منزل له في الأرض، ذلك الذي حكم عليه بالموت ظلما، وهو إله الآلهة حقا، فأخذه ولفه بكتان نقي وحنطه بغاية الوقار. اليوم يوسف ونيقوديموس صارا شركاء في دفنتك المحية، وبالمرض والصبر حنطاك، وبلفائف من كتان درجاك، وبقبر جديد لم يوضع فيه أحد وضعك. اليوم جعلت وسادتك على رميم آدم،
ونمت لتقيمه معك من الموت. اليوم ارتج الموت وخاف وارتعد من موتك، والهاوية المشؤومة تدمرت عند دخولك إليها. اليوم انتعشت عظام الموتى وخرجوا إلى لقائك، لأنهم استنشقوا رائحة الحياة العطرية وشعروا بالاستطاعة على النهوض بواسطة دفنتك المحية. وحيث الآن لدفنتك الجالبة الحياة، نحن معيدون ولذكر موتك المخلص متذكرون، فنصرخ بتراتيل الروح ونحن قائلون: يا لها من دفنة محية أتت لنا بواسطتها كل الخيرات. يا لها من دفنة محية بها نهض جنسنا من اعتقال الموت. يا لها من دفنة محية من أجلها صرخ داود النبي وقال: هو ذا بين الموتى ابن الأحرار، وفي القبر واهب الحياة. يا لها من دفنة محية صارت خلاصا ورجاء ثابتا لجنسنا. يا لها من دفنة محية بها الراقدون استبشروا بوعد الحياة. يا لها من دفنة محية غفرت ذنب آدم. يا لها من دفنة محية نضحت طل الحياة على المائتين. يا لها من دفنة محية منحت حياة سماوية للمضجعين. يا لها من دفنة محية بها أشرق النور على جميع الأبرار والصديقين. يا لها من دفنة محية بها توجه المسيح نحو الراقدين. يا لها من دفنة محية بها خرج الأموات إلى لقاء مخلصهم. يا لها من دفنة محية بها فرح الموتى بالقتيل الذي أحصي بين جملة المائتين. يا لها من دفنة محية بها سبح الحزان تسبيحا أزال حزنهم وكآبتهم.
يا لها من دفنة محيا لأجلها العلو والعمق قدم شكرا متواترا للمخلص الذي خلصهم. يا لها من دفنة محيا فيها سبح آدم وحواء تسبيحا للذي رقد على ترابهما وفداهما. يا لها من دفنة محيا جرت فيها عجائب غير محدودة، ولأجل هذا نطلب منك أيها الرب الذي خضعت لحكم الموت على الصليب وخلصتنا، أن موتك المحيي يقيمنا من ميتتنا، ونور قيامتك يبهج كآبتنا، ورجاء بعثك يعزي أحزاننا. فاجبر اللهم انكسارنا، اجمع تبديدنا، أعن ضعفنا، ارفع شأن كنيستك الجامعة، واحفظ الرئاسة البطرسية بحق دفنتك المحية، وارحم الموتى المؤمنين الذين هم في سجن المطهر معتقلون، لكيما نحن وهم نصعد لك المجد والشكر الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. بارخ مور من الله قابل حسايات حوبه وشبقنا تحته ذكرنا طاب والعني ذم هيمنه بطريون العالم والمين. فصل من سفر التكوين. بارخ مور. شبح المارد برياته وعليه الرحمة والعلمين. ورجع روبين إلى الجب، وإذا يوسف ليس في الجب، فخزق ثيابه. ثم رجع إلى أخوته وقال: الصبي ليس في الجب، وأنا فإلى أين أذهب؟ فأخذوا قميص يوسف وزيحوا وذبحوا تيسا من المعز، ولطخوا القميص بالدم، وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا: وجدنا هذا، حقق أقميص ابنك هو أم لا؟ فلما عرفه قال: قميص ابني هو، سبع رديء أكله، قد افترس يوسف افتراسا. وخزق يعقوب ثيابه، ووضع مسحا على حقويه، وناح على ابنه أياما كثيرة. فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه، فأبى أن يتعزى وقال: إني أنزل عند ابني حزينا إلى الهاوية. وبكى عليه أبوه. بارخ مور. نود الأخمر يدعى بدك حي نودي لبر بصليبي حار مني موت وسلطان تون بروح نزغد لي حي نودي ونزغد ونشابح لو دشفر ميثوق لن ناحي
نيثي الله قرلان إثار عيو بعلا بيده مثل أفي نحن ربح الشيوخ لا تريصي صديقك شبحونخ حودن بوخ كلون صديقي دات سوق حي ميطل طلو مطلو تحايه هو يومر يالوهان واجد حايه دنحذ البثريته وافصحين زبربنه هولميث عبدت تدمروثو بثرج عنيده نادي باريشي شلمث بيهو ميطل ما بوعد حايتي ما بحايه سبر تدخلون مويوثي ساب حايه دنحث البثميثه وقيم هو زمر شبعه نحلي طالوا لي موتو عريضه نوبر حيره تشتمل بيروديو بزبنه مريو آلون انهار اللي شبحولة فولة فرو والروح قاديشو شاي برومو وشلومو بعمقه دابت نعلم وعدا من لمعلمين آمين توديثو تشبح دولالو بمراومه وعلى رعشلهم شينا سبر طوبه لبناي نوشو شبح شبحينا له بارخينا له سودينا له ملذ شبحه مسقينا له عم روح قديشو إيمي
وتشوقي لو كيث شقا طيث دعل صليلا ادنخ قبل بوعو ثن هاود يوثب شبحه من يمين دابو يحص وذراحه ما علي مثل ذاك بالحدي قد يشد بالحدي موريا يشوع مشيحه عمروحه قد يشوع شبحه قول زبن وبخلون يوم تضحايا يبرخخ وفي شب لشمخ قاديش ومبرخ العولم هودي ثوم قو علام علمي بلخت موريا أحد كل الألاف ذويلا ومشابه شمخ ومهادر تجبحت العالم عالمين شبحه لخفة اوف الروح حيو قاديش هوشا وبخول زبن علم علمي نام مورا يشوع مشيحة طار عد رحمة لو تحوط بابي مور حاطو يحنن مودينا اثرى حاملي وبا احثو من نظره سيد يمر دبيت موت تذبط ميثوثة نثرى حامل قديشت الله قديشت حي الكون قديشت لما يوثو افرح علي قديشت الله قديشت حي الكون قديشت لما يوثو افرح علي شيف حاله خالوها شيف حاله برويا شف حالك صبر العلا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفافنا اليوم واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والتسبحة إلى أبد الآبدين آمين. السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع يا مريم القديسة يا والدة الله صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى داهر الداهرين آمين.